طيب ان شاء الله بعد ما يعني خدنا نبذة كده بسيطة عن اللايرز اللي عندنا، تعالى بقى نبدأ نمسكها لايرز كده، او لاير يعني، ونبدأ نتكلم بقى عنها يعني نعرف كل واحدة المفروض ان هي بتنفذ لي ايه او بتعمل ايه. تمام. فاول لاير عندي نتكلم عنها هي الدومين لاير. الدومين لاير من اسمها كده او الكور لاير، هي يعتبر زي ما قلنا كده ان ده الكتاب بالنسبه للمثال بتاعنا اللي المفروض فيه الوصفات مثلا بتاعت الاكلات. انت دلوقتي لو فاتح مطعم وبتعمل اكلات مثلا معينه، هل انت من الصح ان انت تبدا تكتب مثلا في المنيو بتاعك جنب كل اكله طريقه تحضيرها، والمفروض ان هي بتبدا ايه المكونات بتاعتها وكذا؟ طبعا الكلام ده غلط، دي حاجه خاصه بيك انت، حاجه خاصه بالبيزنس بتاعك انت. فاهمني؟ فدلوقتي احنا المفروض ان نقدر نحمي الدومين لاير دي على قد ما نقدر، عشان دي حاجه يعني خصوصيه جدا. طيب تعالى نتخيل مثلا بمثال زي ما بيقول لك كده، انت عندك الدومين رولز، هي بتحتوي على مثلا على ايه؟ على المودلز، ان انت يكون عندك في الداتابيز مثلا برودكت، عندك كاستمرز، عندك اوردرز، عندك يوزرز. تمام. قال لك هي بيور ديفينيشنز ونو داتابيز كود، ما ينفعش تكتب هنا داتابيز كود. طب امال ازاي بقى ديت؟ يعني ازاي بنبني الداتابيز بتاعتنا؟ في الدومين لاير بنبدا نحط المودلز بتاعتنا بحيث ان هي اللي تبدا تاخد شكل الداتابيز. يعني الداتابيز يوم ما تيجي تتعمل هنعملها عن طريق الشكل اللي موجود في الدومين لاير، المودلز اللي موجوده في الدومين لاير. فاهمني؟ يعني الجداول هتكون في الدومين لاير، بس ما بكتبش داتابيز كود جوه الدومين لاير. خلاص ده كتاب ما ينفعش ان انا اقدر اغير فيه. تعال نتكلم مثلا، ندي مثال مثلا ان انت دلوقتي، هل انت دلوقتي لو مثلا نور قطع في المطعم مثلا اللي احنا فيه ده، هل ضروري اللي انت تبص تلاقي الكتاب ده اتمسح منه حاجه؟ حاجه ملهاش علاقه. يعني نفس الكلام، انت دلوقتي لو السيرفر وقع اللي انت رافع عليه الابلكيشن بتاعك، هل المفروض ان انت الدومين بتاعك مثلا او الداتابيس بتاعتك او البيزنس بتاعك اللي هو انت متكون من برودكت ويوزرز واوردر، تروح تلاقيها بعد ما السيرفر وقع تلاقيه برودكت وبقى يوزر بس؟ طبعا لا. تمام. فاحنا بنضطر ان احنا نعمل سيبريشن. تمام. فده يعتبر البيزنس كور بتاعك، البيزنس كور بتاعك اللي انت ما ينفعش تحط فيه اي داتابيز او اي لوجيك. تمام. فده كده كان الدومين لاير. نبص كده على تاني حاجة عندنا، بتقول هي السيرفيس لاير. طيب السيرفيس لاير دي، هو اتشبهت هنا طبعا بالمثال بتاعنا عن طريق الويترز اللي المفروض بيبدأ ياخد منك الاوردر بتاعك ويبدأ ان هو يكتبه مثلا وكده. طيب الويتر ده او السيرفيس دي بتيجي لها منين اصلا؟ الخدمه، الطلب بيجي منين؟ زي ما انت شايف كده، الطلب بيجي من عن طريق البرزنتيشن لاير. هنتكلم ايه هي البرزنتيشن لاير، بس تخيل مثلا ان هي لحد دلوقتي هي الكاستمر، او هو الشخص اللي المفروض هيبدا يعني يتعامل مع الابلكيشن بتاعي. طيب هو دلوقتي طلب قال لك انا عايز اعمل اوردر مثلا او كده، بيبدا يروح للسيرفيس لاير ديت او الويتر ده. ايه مهمته؟ مهمته ان هو يبدا يعمل بيزنس لوجيك. البيزنس لوجيك هناك كانت في الدومين هي البيزنس كور، هنا البيزنس لوجيك بتاعنا. تمام. البيزنس لوجيك بتاعنا مثلا بيتشيك على البرايس، بيتشيك على الستوك، بيتشيك على التاكس. تمام. اللي هي مثلا الضريبه او هكذا. طيب بعد ما يتشيكوا كده بيروح يعمل ايه؟ هل هو بيخش المطبخ بيعمل الحاجه بايده؟ هل هو بيخش المطبخ مثلا بيبدا ان هو يحضر بايده الاكل بتاعه؟ اكيد لا طبعا. بيبدا يدي لحد تاني. تمام. اللي هي بتبقى حاجه اسمها بيرسيستنس لاير، دي برضو لسه هنروح لها. خلينا في السيرفيس لاير ونبدا نشوف ايه هو الشغل بتاعه، او هو يعتبر بيعمل ايه. يبقى هو المفروض بيتشيك على اللوجيك بتاعي، بكتب لوجيك فعلا، بكتب كود بقى هنا. تمام. بكتب اف كونديشن وبكتب اللوبس وبكتب كل حاجه يعتبر فين؟ هنا عندي. تمام. طيب انا دلوقتي عشان ابدا اقول ان السيرفيس لاير دي صح او شغاله تمام، ببدا اتشيك ازاي او ببدا اعمل ايه؟ ببدا ان انا يعني طول ما هي شغاله صح، ان هي ما اروحش اللاير اللي بعدها وارجع بايرور. لا، انت الايرور لو هتديتكته تديتكته هنا، تعمل ديتكت ليه في السيرفيس. يعني ايه؟ ما تجهدش الداتابيز معاك او الريبوزيتوري معاك، المخزن بتاعك، ان انت تبدا تروح بطلب هو اصلا فيه غلط. يعني فاهم؟ انت تروح بطلب اصلا فيه غلط، وهو يعني كان في ايدك ان انت تهندل الموضوع ده في السيرفيس لاير. فاقدر هنا بقى لو انا هندلت الموضوع ده في السيرفيس لاير، اقدر اقول فعلا ان السيرفيس لاير شغاله بشكل صحيح. تمام. فهو زي ما قال لك هنا السيرفيس لاير هي بزنس لوجيك. تمام. بيقول لك هو بيتشيك الرولز. تمام. بيعمل كونكت ما بين الكاستمر بتاعنا وما بين الكيتشن. طيب تعال نبص كده على اللاير اللي بعدها وهي البريزيستنس لاير. البريزيستنس لاير عندنا زي ما انت شايف كده، السيرفيس لاير جات لها بورقه.
تمام، جات لها ورقه قالت لها مثلا انا عايزه اوردر كذا كذا، تمام، بيبدا يعمل ايه؟ بيبدا يسلم الورقه ويمشي. ده السيبريشن بقى. تمام، انا بعمل سيبريشن، بعمل خلي كل واحد شغال في نقطه معينه. تمام، انا جاي له بقول له انا عايز مثلا 5 كيلو طماطم زي ما مكتوب كده في الورقه. تمام، انا سلمتها خلاص. هل انا كسيرفيس لاير المفروض ابقى عارف انا هجيب ال 5 كيلو طماطم دول منين؟ هل هجيبهم من السيكوال؟ هل هجيبهم من نو سيكوال؟ هل هجيبهم من فايل؟ تمام، اللي هم يعني في المثال بتاعنا هنا، هل اجيبهم من على الرف، من على الثلاجه، من الشويله؟ تمام، ده ما يهموش السيرفيس لاير، ما تهمهاش الكلام ده كله. هي بتروح تسلم للريبوزيتوري بتاعنا اللي موجود في البريزيستنس لاير، بتسلمه الورقه، وهو اللي عارف بقى هو بيتعامل مع مين. هو عارف هو بيتعامل مع سيكوال داتابيز ولا نو سيكوال ولا فايل سيستم وهكذا. تمام. طيب انا دلوقتي ايه الفايده هنا؟ الفايده هنا مثلا ان انت ما تبقاش طبعا بعد ما انت عملت سيبريشن، ان انت يوم ما تيجي تغير التلاجة مثلا ديت وتبدا تحول المخزن بتاعك لصفوف مثلا او فايل سيستم، تبدا ان انت يعني السيرفيس ملهاش علاقه. خلاص السيرفيس بتيجي عايزه 5 كيلو قوطه، ما يهمهاش هتيجي القوطه منين. ما هي ما بيجيش تقول لك هات لي القوطه من التلاجة الرف التاني على اليمين، لا، هي بتيجي تقول لك انا عايز قوطه وخلاص. تمام. بس فهي دي كان البريزيستنس لاير. طبعا هي الستور هاوس او الستور كيبر. بيقول لك السيرفيس اسكس فور داتا، والريبوزيتوري بينو حاجتين، بيعرف حاجتين: هاو اند وير، ازاي يقدر يجيبها عن طريق الريبوزيتوري، تمام، وازاي برضو ان هو يعني هيجيبها منين، يعني هو هيجيبها منين، وفي نفس الوقت برضو ازاي هيقدر يجيبها. دي كانت البريزيستنس لاير. اخر حاجه عندنا هي البرزنتيشن لاير، اللي هي بتحتوي على الكنترولرز بتاعنا او الاي بي اي اللي احنا هنبدا نتعامل معاه. طبعا انت دلوقتي تخيل برضو نفس الكلام، ان انت كاستمر خلاص بتتعامل مع ايه؟ بتتعامل مع فرونت اند بروجكت عن طريق ابلكيشن او ويب سايت. تبدا تطلب اوردر، بتدوس على زرار اوردر ناو. ايه اللي بيحصل؟ بيجي لك البرزنتيشن لاير بتاعتنا، بتبدا تستقبل عن طريق الكنترولر. تمام، بيبقى هو موظف الاستقبال عندنا، ان هو يبدا ياخد الاوردر بتاعك ويبدا يوصله لمين؟ يبدا يوصله للويترز بتاعنا اللي هي السيرفيس لاير. تمام، قال لك received order request from application passing it to ذا ويتر اللي هو السيرفنج. ليه بقى؟ عشان يبدا يتشيك على الاوردر دوت هل هو فعلا موجود عندنا ولا لا وهكذا. يبقى دور ايه البرزنتيشن لاير؟ ان هي بس تسلم وتستلم. تمام، يوم لما تكتب في البرزنتيشن لاير دي او في الكنترولر، يوم ما تكتب كود او تلاقي نفسك بتكتب اف كونديشن او لوب، اعرف ان انت كده في حاجه غلط انت بتعملها. تمام، انت كده في شيء غلط بتعمله، ان ده مش مكانه، مش مكانه اللي هو يتشيك. المكان فين؟ المكان في السيرفيس بتاعتنا. زي ما قال لك البرزنتيشن لاير كده، هي ريسبشن ودليفري اب. تمام، public interface receive request from user and forward them to the service. بيقول لك الهايدنج ذا كيتشن اوبريشن، ما ينفعش تقول اي حاجه عن المطبخ. المطبخ بيحصل فيه ايه. تمام، فلو جيت بصيت كده على يعني التوتال اللي بيحصل او البروسيس بتاعتنا تمشي ازاي عن طريق البرزنتيشن لاير. اول حاجه بتستقبل من الفرونت اند عن طريق كنترولر، بتبدا توصل للسيرفيس. السيرفيس يعمل تشيك قبل ما يدخل للمطبخ اللي هي البرزيستنس لاير، اللي هي اللاير الوحيده اللي هي بتتعامل مع الداتابيز او بتتعامل مع الريبوزيتوري المخزن بتاعي. بعد ما بخش الداتابيز، ببدا ان انا اريتريف الداتا اللي هو محتاجها بناء على الطلب، وابدا ارجع للسيرفيس، والسيرفيس تبدا ترجع للكنترولر. وطبعا الدومين لاير عندنا هي البيزنس كود بتاعنا اللي المفروض محدش يعرف عنه حاجه، واللي المفروض الداتابيز بتاخد الشكل بتاعه. دي كانت مقدمه بسيطه جدا عن الاونيون اركتكتشر واللايرز اللي فيه. ان شاء الله من الفيديو الجاي نبدأ نطبق الموضوع ده كعملي. شكرا.